يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيتابع مروة مغربي. الحقيقة الفيديو ده اتأخر كتير، أنا كنت عايزة أطلع أتكلم معاكم بسبب كومنت حد من الفانز عندي علق عليه من تقريبا 3 أو 4 يوم رمضان، إن هو مش بيقدر يسيطر على عصبيته في رمضان، وإن هو تقريبا بيتجنب إن هو يتعامل مع أي حد في رمضان عشان ما يتعصبش على حد. طبعا أنا كان نفسي أطلع أقول بس حاجة، إن يا جماعة شهر رمضان فرصة لكل بني آدم عايز يتغير إن هو يتغير، وهو يمكن أكبر فرصة، لأن أنت صايم عن الأكل والشرب. هو الأكل والشرب ده حلال ولا حرام؟ الاكل والشرب حلال، مباح ان احنا ناكل ومباح ان احنا نشرب، ودي حاجه ما بناخدش عليها ذنب. فما بالك بقى الحاجات الحرام، سب الدين اللي للاسف الشديد الناس في رمضان عادي جدا، يعني هو حلال حرام في رمضان وغير رمضان، بس في رمضان يعني الذنب بيكون اكبر، لان ده شهر ربنا سبحانه وتعالى عظمه. فاللي خلاك بتصوم عن الحلال، يبقى بتهيألي الأولى إن أنت تصوم عن الحرام، الأولى إن أنت تصوم عن سب الدين، وعن قذف المحصنات، وعن الغيبة، وعن النميمة، وعن إن أنت تقعد تجيب في سيرة ده وتجيب في سيرة ده، وإن أنت ده يعصبك فتقول له كلمة تبطل بيها صيامك. فيا ريت ناخد رمضان فرصه ان احنا طول ما احنا مصايمين احنا بندرب نفسنا ان احنا مش هنقول اي كلمه تخلي صيامنا يضيع علينا. حاجه تانية عايزه اقولها لك، لو معاك حاجه غاليه جدا تعبت قوي فيها علشان خاطر توصل لها، وفي حد جه حاول ياخد منك الحاجه دي، هتسيبها له بسهوله ولا هتعمل كل اللي عليك لاخر وقت ان الحاجه دي ما تضيعش منك؟ محدش هيسيبها بسهوله. الصيام كده، اعتبر ان الصيام ده حاجه غاليه جدا وحاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا، وهو بالفعل كده واكتر من كده، وربنا سبحانه وتعالى ثواب الصيام العباده الوحيده اللي قال فانه لي. فدي حاجه اكيد عظيمه عند ربنا وكبيره عند ربنا سبحانه وتعالى قوي. فما تخليش حد كده نعرفه او ما نعرفوش معدي من جنبك كانه جه اخد منك كده ثواب الصيام وطلع يجري. ليه؟ يعني احنا لو تخيلنا المشهد ده، دايما حاول على قد ما تقدر خلي العباده بينك وبين ربنا مشاهد. تخيل المشهد، تخيل المشهد ان انا عملت حاجه حلوه قوي وربنا خلاص هيتقبلها مني وهيكتبها لي وهيعلي بيها درجتي في الجنه، وعشان عملت حاجه قد كده هو ما قدرتش اسيطر على عصبيتي او ثبت لا قدر الله الدين لحد او عملت اي حاجه وحشه لحد فصيامي راح. لا، ما اكيد لو تخيلت المشهد هيصعب عليا عطشي وجوعي وصحياني بدري رايحه الشغل عشان خاطر اشوف مسؤوليات الحياه